جربت تسأل نفسك قبل كده هي ليه تقيلة على قلبك قوي كده؟ واحنا صغيرين كان أهلنا ومدرسينا يقولولنا نصلي، نسمع الكلام ونصلي، بس بنلاقي الصلاة تقيلة. بعدين نسمع درس الشيخ بيتكلم عن الصلاة وأهميتها وعقوبة اللي بيسيبها، فنسمع الكلام ونروح نصلي، بس برضو لسه تقيلة علينا. فنفتكر إنهم مش حاسين إحساسنا أو لأنهم كبار أو عندهم قدرة خاصة، بس الشعور ده في علم النفس اسمه الاستثناء أو العزلة من إنك تحقق حاجة معينة، بحجة إن اللي حقق الحاجة دي أو نجح فيها عنده قدرة أو هبة مش عندك، فبقى عندنا شعور بالعزلة ناحية المصلين. طب انتوا عارفين بداية الصلاة كانت إمتى؟ بداية الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج تقريبا بعد 12 سنة من النبوة. ماذا ذلك؟ يعني ان الصحابة عرفوا ربنا تعالى اولا صفاته ورحمته وقدرته، واستقرت المعاني دي في قلوبهم، فبقى الظاهر فرد جوهر هبة من محبوب لحبيبه للاتصال والمناجاة. وعلشان كده لما نسمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي حتى تتورم قدماه، لازم نبقى فاهمين ان ده حب مش تشدد. كل اللي محتاجينه علشان ما تبقاش تقيلة على قلبنا قوي كده التليفون والسماعة، واسمع كل يوم معنى الاسم من اسماء الله، او درس ديني او ملخص كتاب ديني زي اللي انا بعمله ده. انا ملك وده ملخص فصل من كتاب فاتتني صلاة. واكتبوا لي اسماء داعية بتحبوا تسمعوا لهم في الكومنتات.